دنيا الجمبري ولا وحوح؟ السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده معانا فيديو مقارنه. بقالي تقريبا شهر ما عملتش فيديو مقارنه، فالنهارده معانا مقارنه ما بين محلين من اشهر الاسماء اللي بتعمل بقى ايه، سندوتشات جمبري، رز بالجمبري، سندوتشات صبيط وفيليه، يعني كله مقليات في مقليات. الحته دي في السي فود. النهارده معانا مقارنه ما بين دنيا الجمبري ووحوح. طلبت كده كام حاجه منهم، وجبه وسندوتشات، عشان نشوف ايه الفرق ما بينهم. فخلينا نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نشوف ايه الحاجات اللي معانا النهارده. مبدئيا كده الاسعار متقاربه جدا ما بين الاثنين، هتلاقي الفرق جنيه 2 جنيه، الكلام ده هنشوفه قدام. الاثنين طلبتهم في نفس الوقت. دنيا الجمبري جالي في 40 دقيقه، وحوح جالي في ساعة ونص، في ساعتين الا ربع، حاجة كده، والاكل جاي بارد. فانا مش فاهم بصراحة هو في ايه يعني. ما كلمتهم حتى، قال لي اصل عندنا ضغط، طلب حاجات كتير يعني. دنيا الجمبري المنيو، عيش، جايب كيس كده فيه فلفل وليمون، كيسين، مدلع الدنيا يعني، وباكين شوكة ومعلقة بقى وملح وبتاع، وفي سندوتشات. جايب معاه شوية مخللات، يعني 1 2 3 4 5 6. مكتوب ان الوجبة دي بيجي معاها سلطة وطحينة وعيش. ادي العيش. فهل دي كل السلطة والطحينة اللي جاية مع الوجبة، ولا في حاجات جاية مع السندوتشات؟ انا بصراحة ما اعرفش. الوجبة مشكل ربع، فيها ايه، جمبري وصبيط وفيليه. جبت واحدة زيها من عند وحوح، بس وحوح مسميها وجبة وحوح. جاية معاها الباك ده، شوكة ومعلقة ومنديل، رغيفين عيش، دي سلطة وطحينة، والوجبة نفسها. الوجبتين كتكوين قريبين جدا من بعض، الا ان دنيا الجمبري تحسه كان يعني جاب فلفل وليمون. برضو جايب رغيفين عيش. العيش هنا مختلف كتير، العيش هنا مختلف كتير عن العيش عند وحوح. بالتالي الشوكة عند دنيا الجمبري انضف، اكبر. ان ريحة دنيا الجمبري من ساعة ما جه بصراحة جامدة جدا. ونفتح، بصوا فرق اللون باين جدا. دنيا الجمبري الحاجه المقليه عنده لونها فاتح كده، تحس الزيت عنده نظيف. حاجه وحوح كلها غامقه، كلها غامقه. انا ما اعرفش بصراحه يعني، هي دافيه حاجه بسيطه، بس يعني السندوتشين جايين باردين جدا مقارنه ببعض. طبعا حجم دنيا الجمبري اكبر شويه من وحوح، مستاهل فيه كميه رز اكبر يعني. بالنسبه لحجم الجمبري والفيليه وكده، برضه هميل شويه ناحيه دنيا الجمبري، يعني حاسس الحاجه فيه اكبر باينه كده. التاني تحس ان فيه بريدنج كتير. الاسعار، وحوح الوجبه دي ب 110، اسمها وجبه وحوح. دنيا الجمبري مسميها وجبه مشكل ربع جمبري صغير ب 110، ولكن دنيا الجمبري مش هيلك القيمه المضافه، يعني هتحط 14%، هيقف عليك الوجبه 125 جنيه. الرز الاول، بسم الله. الرز عند دنيا الجمبري طعمه حلو بصراحه. الجمبري هو بس بيرد شويه، لكن طعمه حلو، بالرغم من ان الجمبري نفسه صغير، لانك بتحس بطعم لحمه، لان البريدنج خفيف جدا فيه. صبيت. عجبني قوي ان موضوع ان الزيت والبريدنج يعني قليل قوي، وانا جعان شويه، بس الوجبه دي فعلا عظيمه من دنيا الجمبري. بالنسبه للفيليه، برضو طبقه البريدنج دي خفيفه جدا. الفيليه من جوه ابيض خالص، ريحته حلوه. بسم الله. عاوز سنه ليمون، هو جايب لك ليمون بس عشان نختصر الوقت. كميه الرز معقوله، انا معجب بالوجبه دي. خلينا نخش على وحوح، برغم من ان اللون يعني مش مبشر قوي، بس مش تحيز والله ولا اي حاجه، بس انا حاسس ان الرز ده مقلي في الزيت جنب الحاجه، يعني تحس ان فيه مليان زيت قوي كده. الجمبري عند وحوح بالرغم ان هو صغير مقارنه حتى بالجمبري عند دنيا الجمبري، الا ان هو اصغر كمان. يعني ده جمبري حرفيا جمبري رضيع. انا اكاد اجزم ان هو زيت واحد بيقلي فيه كل حاجه، كبده وجمبري ومخ وكل حاجه، يعني في طعم زيت في الموضوع. ده الفيلين كنت فاكره صبيط. الاكل عند وحوح بس تحسه مشطشط كده سنه بسيطه. فيليه حلو بصراحه عند وحوح، بس حجمه صغير جدا. يعني انت بتديني فيليه، فانا بحب امسك القطعه نفسها. اين انت ايها الصبيط؟ ده صبيط ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه ده. ايه ده يا جدعان، والله العظيم ده صبيط اهو، بس انت ليه مقطعه صغير قوي كده؟ موضوع الزيت ده مبالغ فيه جدا في وحوح بصراحه. في كل الاحوال انا اروح الدنيا الجمبري، بس طعمه احلى والجمبري طعمه احلى. الزيت فيه قليل، بتحس حاجه نظيفه. وهو حاسه كاتيجوري الشرقاوي كده، هو الحاجه كلها مليانه زيت واقلي كله على بعضيه، لكن انت حتى الرز بتحس ان هو قليينه في الزيت. طيب ده بالنسبه للوجبه. خلينا نشوف السندوتشات. طلبت سندوتشين من دنيا الجمبري، وطلبت سندوتشين من وحوح. يا راجل حتى بص فرق التغليف، فرق التغليف. عارف ان في ناس هتقعد تقول لي انت اكيد متحيز لدنيا الجمبري، بس فعلا الموضوع مأساوي جدا. انا شايف ان الاتنين سعرهم قريب من بعض، فالمفروض الكواليتي يعني يبقى قريب من بعض. ده مش منظر تغليف علبه لمحل. يعني بص كده، الدنيا الجمبري نفس سعر الحاجه، نفس سعر الوجبه، وبص التغليف مهتم
حاطط النمره بتاعته بتاع ده. طبعا رغيف عيش فيه 1 2 3 4 5 بتاع من 5 ل6 جمبريات، والجمبريه كبيره، مش كبيره قوي يعني، هي جمبري وسط تهيألي يعني، دي كبيره شويه. اوكي، معلوش طحينه معلوش اي حاجه، بس السلطات هتظبطك. واحد الرغيف جاي بارد جدا بقى بصراحه يعني، عشان التوصيل الجو برضو برد وبتاع. عباره عن 4 جمبريات بالظبط، وحتى رغيف العيش رغيف بلدي صغير وشيبسيهايه حرفيا. ما عنديش مشكله مع الساندوتش ده ذات نفسه ولا الساندوتش ده ذات نفسه يعني، حتى لما قارنتهم ببعض تلاقي ان ساندوتش دنيا الجمبري اكبر حتى يعني. العيش هيشبعك يا راجل. بس مشكلتي هنا مع الساندوتشين، ليه الساندوتش ده ب 50 جنيه، ده ب 50 وده ب 50 زائد ال 14%؟ فليه؟ ليه الساندوتش ده ب 50 جنيه؟ بنبدا بدنيا الجمبري. هو طعم الجمبري حلو يعني، بس الجمبري مش كبير قوي، هو وسط. بتحس بطعم لحم الجمبري نفسه، بيلا حلو وكسوه حلو، وكان هو زيته قليل ده حلو. هو كبير بس مش كبير زي بصراحه دنيا الجمبري. موضوع الزيت ده فعلا مبالغ فيه جدا. الجمبري طعمه مسكر، انا ما اعرفش ليه بصراحه. الساندوتش التاني اللي انا جبته من الاثنين هو رغيف فيليه. اوكي، عند دنيا الجمبري حاطط لك قطعه فيليه كبيره، واقسمها لك كمان نصين، عباره عن 3 قطع فيليه بالمنظر ده، صوابع، وحاطط جوه حرفيا جزرايه ونفس الشيبسيتين. سعر السندوتش عند دنيا الجمبري 25 جنيه، هتحط عليهم 14% هيبقى 28 جنيه ونص. سعر السندوتش عند وحوح ب 35 جنيه. الجمبري برضو بسم الله. حته الفيليه دي خيشت قوي من دنيا الجمبري، بتاع حادقه جدا ملح جدا، بس انا بصراحه بحب العيش الابيض ده. الفيليه بتاع وحوح، سندوتش الفيليه ده بالذات بيتهيألي لو كنت اكلته سخن عند وحوح كان هيبقى طعمه حلو. الفيليه بصراحه تتبيلته حلوه قوي، واي نعم ناشف برضه مليان زيت، بس تتبيلته حلوه، محتاج كان يبقى اسخن من كده. الفيليه عباره عن ملح حرفيا في دنيا الجمبري. بعد ما دوقنا كذا حاجه كده من المحلين، دنيا الجمبري في حته تانية خالص بعيدا عن وحوح. وحوح زي ما قلت لكم عامل زي حاجه زي كبده الشرقاوي، كبده ومخ وبتاع، زيت كتير، زيت لونه اسود، الحاجه كلها غامقه. مش عارف هو ليه جه متاخر، مش عارف هو ليه جه في ساعتين بصراحه. بس هو في مشكله في وحوح، هل هو مثلا عشان جالي متاخر برد فالزيت دخل في الحاجه؟ انا بصراحه ما اعرفش، بس الموضوع غريب خصوصا بالنسبه لاسعاره. دنيا الجمبري حاجه فيه حلوه جدا، اغلى سنه بسيطه من وحوح، بس بصراحه الفرق يستاهل. حاجه نظيفه وطعم الحاجه نظيف، كفيليه وجمبري صبيط، تحس انك بتاكل حاجه كده يعني حلوه. تمام، برضو الكميه اكبر شويه من وحوح، فنعتبر ان الاثنين زي بعض تقريبا في الاسعار. برضو الراجل كريم يعني، باعت لك ايه، شويه سلطات بقى وطحينه وبتاع يعني، متوصي فيها، مش خد العلبه دي كباكجينج. كخط ساخن برضو دنيا الجمبري كان احلى، كتوصيل دنيا الجمبري احلى. فانا بصراحه كشخصي انا هطلب من دنيا الجمبري تاني، لكن وحوح التجربه بصراحه مش لطيفه قوي معايا النهارده. دنيا الجمبري برضو عنده سمك وبتاع يعني، هو عنده قاعه كده دورين ما شاء الله في التجمع الاول. فعاوزكم تكتبوا تحت في الكومنتات انتوا رايكم ايه، سواء في دنيا الجمبري او في وحوح. وما تنساش لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.